غسيل اموال باختصار يا استاذ عزمي، اقول لحضرتك يعني ايه؟ انا بديك مليون جنيه ده، ويجي واحد من بره يقول لك هديك مليون جنيه، انا جايبهم لك في شنطه، في كيس، في ملايه، في بؤجه، جايبهم لك كده، حطيت لك المليون جنيه، تديهم لي بعد قد ايه وطالعين من البنك واي مشروع موجودين عليها وانت تديهم لي؟ يقول لك اديهم لك 50% 60% زي ما اتفقوا، انما في الاخر بتبقى من 50 ل 60%، ابقى انا خدت من 40 ل 50% اوتوماتيك معايا. طب اعمل ايه؟ ادخل الراجل ده للشركه معايا، مش كده؟ واقول ان انا اشتريت حته الارض دي بشيلين، انا شاريها اكتر من كده، وانا جيت بعتها ب 10 جنيه، هي متباعه اقل من كده، يبقى الفرق ده الراجل ياخد فلوس، يبقى الراجل قنن فلوسه نتاج بيع وطلعت له عن طريق البنك، مش كده؟ هو هنا غلى اسعار الحاجه اللي موجوده اوتوماتيك، غلى الاراضي، غلى الاراضي. انت مش جيت في سنوات كده بدايه الثمانينات، بدايه فتره حكم حسني مبارك والتسعينات، يقول لك شارع عباس العقاد، انت شاري فيه يمين ولا شمال وانت داخل الشارع من النص؟ تقول له يمين، يقول لك المتر ب 13,000، شمال يقول لك المتر ب 6,000، يا عم ده في نفس الشارع، انت اهبل يا ابني. لان اليمين اتاخد فيه مجموعه من شركات، من ضمنهم شركات توظيف اموال خدت وكانت ترفع القيمه بتاعت الارض اللي موجوده، علشان تقول فلوس اللي انا اتجوزت وهيصت بيهم في شركات توظيف، ده انا اشتريت له ارض يا باشا المتر ب 13,000، هو شريت 3,000، ال 10,000 خدهم راح اتجوز بيهم. ايوه يعني